تدرون انه في مكان في جدة يبيع حمص عمره اكثر من 90 سنة؟ طبعا مكانه جدة التاريخية. تعالوا اقول لكم وين. حتمشوا من شارع قابل، من شارع قابل برج البلد حتاخذوا يسار. اولاد صغار. تعالوا اقول لكم المكان 200 متر من هنا بس، باقي شوية وتوصل للمحل. خلك مكمل كده عرفتوه. فول وحمص البلد. والحين ما شاء الله تبارك الله عندهم فرعين، بس انا صراحه جيت اجرب فرع اللي في البلد. يا اخي احس له طعم ونكهه مختلفه. تعالوا نجرب حمص فول البلد. السلام عليكم، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حميزة. يقولوا عندكم بلد حمص في جده، معقوله؟ أكيد وأنت تحكم بتجرب بنفسك. اعطيني ألذ حمص عندك. اجلس وهنجيب لك أكل الطاولة. يلا نجرب. السفرة مرة بسيطة بس ما شاء الله تبارك الله دسمة. وفرانا الهوى يا هوى. هذا الحمص طبعا عمره أكثر من 90 سنة. وهذا هو الفول، وهذا هو المميز عندهم، خلطة الفلفل مع الثوم. شوفوا كيف. طبعا الرسول نبدا بايش؟ الرسول نبدا بالحمص. جرب الحمص الصح. تعالوا نجرب طبعا هذا حمص على الطريقه اللبنانيه، ركز معايا على اللبنانيه. عيش حب، لا تقول لي ابيض ولا تقول مع اختلاف الاذواق طبعا. بسم الله، شوفوا كيف. الريحه كثير بتعقد. طبعا هذا الدقه حقتهم، ناخذ شويه من الفلفل، شويه من الثوم. بسم الله. والله الثوم قوي. فول وحمص البلد هذه واحدة من وجهاتك الجاية إذا جيت البلد. هذا أقدم حمص في جدة، وتحديدا في جدة التاريخية.